السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. هنعمل مع بعض ازاي نعمل زبيب. ده موسم العنب بقى، وكل سنة وانتم طيبين، ولازم نستغل الفرصة دي. شايفين شكله اخضر وجميل جدا ازاي؟ ده عنب بناتي يا جماعة، حاجة جميلة جدا ومتوفر في السوق حاليا، فتقدري ان انتي تعملي احلى زبيب ان شاء الله. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده عنب بناتي، انا جايباه منه عناقيد وجايبه منه مفرط. فالغالي عليكي العنقود، فانتي ممكن توصي الراجل الفكهاني وتقولي له حوش لي العنب المفرط. زي ما انتم شايفين كده هنفرطه كله. واحنا بنفرط لازم ناخد بالنا لو في حاجة بايظة نشيلها. لو في اي حاجة من العنقود لسه في العنبة نشيلها، ونتأكد ان هو نضيف جدا. زي ما انتم شايفين كده هنفصصه كله، هنفرطه كله من العنقود زي ما انتم شايفين كده، ولازم نتأكد ان ما يكونش فيه اي حاجة. وناخده بعد كده تحت الحنفية ونغسله غسلة كويسة جدا جدا جدا. كل شويه نقعد نغير الميه عليه لحد لما نلاقي الميه بقت رايقه وما بقاش فيه اي شوائب ولا اي حاجه، لان العنب والحاجات دي بتبقى على معرضه للهواء والاتربه والحاجات دي، فلازم نغسله كويس. في الوقت ده انا بجيب حله بعصر فيها نص ليمونه، وبحط فيها معلقه ملح ليمون، وبحط كمان معلقه كربوناتو، وبحط كمان معلقتين من الزيت. تمام كده يا جماعه. اهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ غادة. دلوقتي احنا بعد الميه ما غلت بالشكل ده، ادي العنب بتاعنا جاهز. هنبتدي نفضيه على الميه وهي بتغلي كده، ونسيبه بالظبط دقيقه يا جماعه. ما تسيبوش اكتر من كده، لو سبتيه اكتر من كده هتلاقي العنبه شققت. تمام. هو ما بياخدش اكتر من دقيقه، يعني الميه تقلب بس يا دوبك تقلب بتاخديه تصفيه على طول في المصفى، وتبتدي ان انت بقى لو عندك ترابيزه او طبليه تفرشي عليها العنب بالشكل ده. دي اول يوم يا جماعه ليه. انا حبيت اصور لكم المراحل. وده تاني يوم للعنب، زي ما انتم شايفين كده ابتدى ان هو ايه، يدبل شويه. ده تاني يوم. لازم تعرفوا المراحل يا جماعه علشان اللي بيعمله لاول مره ايه يطلع معاه مظبوط. واهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس. دلوقتي يا جماعة ده اليوم التالت ليه. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خد شكل الزبيب زي ما انتوا شايفين اهو، بس لسه برضو طري شوية، فانا هديله كمان اليوم الرابع. زي ما انتوا شايفين كده لونه جميل مغمقش. ليه؟ لاني انا معرضتوش للشمس، انا حطاه تحت المروحة. تمام. وده كمان بقى اليوم الرابع او هو اليوم الاخير. لو انت حاسه ان هو طري وحابه تديه كمان يوم تاني عادي. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الزبيب شكله بقى عامل ازاي؟ حاجة جميلة جدا، طعمه في منتهى الروعة، معمول في البيت وحاجة جميلة، وهتستغلي الموسم. والعنب عندك كتير جدا في السوق. والاحمر برضو لو حبيتي تعمليه نفس الطريقة، بس ممكن ياخد ايام اكتر. تمام. زي ما انتوا شايفين كده حاجة في منتهى الروعة. عنب بناتي معمول في البيت، تقدري تشيليه في الفريزر يقعد معاكي السنة كلها، في اي حاجة بتحتاجيه في الحلويات هيبقى موجود معاكي. اهم شيء ان انتوا تستغلوا الموسم وتعملوا احلى زبيب. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. واللي بيتفرج علينا لاول مره ما ينساش يعمل اشتراك قبل ما يخرج من القناه، ولا تنسوا